بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده حكايه جميله عن قديس جميل، وهو مؤسس الكليه الإكليريكية ومؤسس مدارس الاحد. هو الارشادياكون حبيب جرجس القديس العظيم، ومعلم كتير من الاباء الاساقفه، ومنهم طبعا حبيبنا والبابا شنودة الثالث نيح الله نفسه. وكان دايما في كل عظاته لازم يلقي نبذة صغيرة عن القديس حبيب جرجس المعلم بتاعه في الكلية الإكليريكية، وهو كان معاه من الصغر كمان. فالقديس حبيب جرجس اتولد سنة 1876 ميلاديا، وهو من أشهر الواعظين في الكنيسة في عصره وفي جيله. وده كان بعد القديس ساوفيلوس إبراهيم، وهو كان قمص، وفي نفس الوقت كان من أشهر الملقين للعظات الحلوة للأطفال، خصوصا عشان كان هو بيقول إن هم دول شباب الكنيسة في المستقبل، وهم دول اللي هيشيلوا الكنيسة على أكتافهم. وكان قوي جدا في عظاته، حتى ان كل اللي قاعدين كانوا بيتأثروا بكلامه جدا، وكان بيسموه الواعظ الناري لانه كان بيتكلم بكل قلبه، حتى ان كل مستمعينه كانوا بيزيدوا في كل عظة من عظاته. وكمان قام بإنشاء جمعيات خيرية كتير بتحمل اسم المسيح، وأنشأ كمان جمعيات تانية للوعظ والإرشاد وتعليم الأطفال. مر وقت على القديس حبيب جرجس، وكان هو المعلم لكل الأطفال في الكنيسة، حتى أخرج جيل من معلمين الكنيسة الكبار. وكمان أنشأ الكلية الإكليريكية وابتدى يدرس فيها، ووعظ في الكليات والجمعيات الخيرية وعظات جميلة جدا أثرت في نفوس كل الناس الموجودة. وكمان عمل الوعظات بكتابة قلمه في الكتب الدينية والمجلات اللي أنشأها بنفسه. وأنشأ مدارس الأحد اللي بقت أهم الميادين لتعليم الأطفال عنده. ومن كتباته إنه أنشأ مجلة الكرمة، وكمان أنشأ 30 من الكتب اللي بتعلم التعليم الدينية الأصيلة في الروحانيات والعقيدة والتاريخ والإصلاح الكنسي. وكمان أصدر كتب في الترانيم والشعر. وكمان أنشأ مدارس الأحد، وكان ده في سنة 1918 ميلادية، وده لتعويض الأطفال عن نقص مادة الدين في التعليم الدينية وفي الكتب. وفي عهده أقنع مرقس بيه مليكة بتعليم مادة الدين المسيحي في المدارس الأميرية، وده كان سنة 1908. لكن للأسف ما وجدتش أساتذة متخصصين في مادة الدين، وبذلك تم إهماله شوية. وعشان كده قرر إنه يعمل مدارس الأحد لتقوية الدين المسيحي، وإنه يذاكروا الأطفال بحرية من خلال زيارتهم للأماكن المقدسة والرحلات اللي تشمل الكتب المقدسة اللي تشمل عليها مواقعنا الدينية. وسبب أفكار القديس حبيب جرجس لمدارس الأحد بقت وصلت ل20 فرع مدارس أحد في كل مكان، و18 فرع في الوجه البحري، و44 في الوجه القبلي، و30 فرع تاني في السودان. ويعتبر القديس حبيب جرجس هو المؤسس الوحيد للإكليريكية، فهو اللي اشترى الأرض وأسس المباني عليها وجمع التبرعات ليها من كل مكان. وهو أنشأ الإكليريكية سنة 1893 ميلادية، وكان في 29 نوفمبر، وبقى فيها الواعظ الأول ومدرس اللاهوت بالكلية. وبقى كمان أنشأ القسم الليلي فيها، وكمان كان أول أستاذ في الكلية بيعلم اللاهوت، وتولى تدريس لزملائه حتى وهو طالب. واختار إنه يكون عضو المجلس الملي العام، ورشح مطرانا للجيزة سنة 1948 ميلادية، ولكن لم يقبله البابا يوساب رسامته لأنه لم يكن راهبا. وبعد كده للأسف مرض لمدة عام كامل، وده كان قبل عيد العذراء، وهو اتنيح 21 أغسطس سنة 1951 ميلاديا.
واعترف به المجمع المقدس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تودروس الثاني بقداسة القديس حبيب جرجس. بركة وصلوات القديس حبيب جرجس تكون معاكم ومعانا أمين، لأنه كان إنسان أمين قدام ربنا، عاش حياته كلها للتدريس وتعليم الأطفال وأنشأ الإكليريكية ومدارس الأحد. بركة صلواته تكون معاكم ومعانا أمين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، دايما يفرح قلوبكم بكل غالي. واذكرونا دايما يا رب في صلواتكم. صلوات يا رب العذراء والقديسين تحوط بيوتكم وأولادكم وأعمالكم دايما يا رب.